خوتي خواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين. مرحبا بكم. طيبه اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف، اللي هي عشبه الدغموس. هذا هو الدغموس. كاين اللي ما كيعرفوش. هذا هو الدغموس. هذا مجمد، راه في الفريغو عندي. داكشي علاش ما بغيتش ننزلو بالساشيه ديالو. هانتوما، هذا انا شرياتو حيتاش ما كيكونش وقته، دائما كيكون قليل. نشريه وكنديرو في الفريغو. غنغسلو ونحيدلو داك الزوائد ديالو، وكنجمعو وكنديرو في البلاستيكه ونخليه في الفريغو. الوقت اللي احتاجيتو كنجبدو. هو كيصلح الاكياس المائيه اللي كتكون عندنا، اللي كيكون عندنا في الوالده. كنستعملوه، يعني كنطحنوه مع الماء، ولا مع الحليب، ولا مع العصير ديال الليمون. العصير ديال الليمون يكون احسن وافضل من الماء وهذا والحليب. كنديروه في السلطه، يعني فاش كنديرو هكا شلاضه كنقطعوها هكايا وكنلوحو فيها. حتى هي راه كناكلوها هكاك. المهم عنده بزاف ديال الاستعمالات، وكل وصفه ولاش كتصلح. انا هذا راه كيكمل، يعني وقتاش ما لقيتوه كيتباع. الاغلبيه كيحطوه دوك العيالات اللي كيبيعوا على برا، نساء كبار هكا كيحطوه. هادوك اللي كيكون عندهم جديد كيجيبوه من الجبل. اما الا كان عند العشابه كيكون مدبال، كيكون يابس، كيكون. المهم نتوما حتى اليابس راه يصلح، يعني الا بغيتو تيبسوه وطحنوه وديروه في واحد القريعه وتبقاو تستعملوه. يعني كما قلت لكم راه عنده بزاف ديال الاستعمالات وديال الوصفات اللي هما مفيدين. وهو اصلا راه كيطيح الاكياس المائيه، ما كيخليهمش. راه فاش تشربوه يعني تداوموا عليه اللي عندها الكيس المائي، داوم عليه، وغادي تشوفي النتيجه، غادي تحسي بهم هاك كيطرطقوا. كتحسي بهذاك الماء كيخرج سخون من عندك، يعني هذا من الكرش ديالك يعني كيخرج داك الماء. بزاف ديال السيدات راه كيعرفوا هذا الاكياس المائيه راه كيطرطقوا، ماشي بحال الاورام اللي فيا. كيطرطقوا، وهذا هو السبب باش كيطرطقوا. هذا هو السبب باش يتفرقعوا هذوك الاكياس المائيه، ما كيبقاوش عندنا في الوالده. هما الاغلبيه كيكونوا في الوالده. اليوم جبت لكم المهم هذا الوصفه الاولى ديال الشوربه عطيت لكم. ودابا غادي نعطي لكم هو بزاف ديال الناس اللي ما كيعرفوش باللي يصلح حتى للشعر، الوجه. كاين بزاف ديال الوصفات ديالو. كاين اللي يصلح للكلف، يصلح للتساقط، يصلح لبزاف ديال الحوايج، اما يابس اما خضر. هو راه داير بحال تقريبا بحال الالوفيرا، فيه واحد الاخر لداخل، واحد بحال الجال. نعطيكم واحد الوصفه للوجه بالترموز اليابس. يعني يابس ومطحون، تشريوه يابس من عند العشاب ولا تشريوه عليه مطحون. المهم العشاب يكون ثقه وصافي، باش يعطيكم شي حاجه تكون الاخر ديالها جديده عاد. المهم نمشيو للوصفه ديال الوجه. عندنا معلقه صغيره ديال الدغموس مطحون، معلقه صغيره ديال الدغموس مطحون، ونص معلقه ديال زيت الزيتون، معلقه كبيره نص ديالها يعني صغيره ديال زيت الزيتون، ونص معلقه ديال الياغورت مسوس. كتخلطوه مزيان حتى يولي بحال الكريمه، وتطبقوه على البشره ديالكم. تخليوه 20 دقيقه، 20 دقيقه، وتغسلوا وجهكم عادي بالصابون اللي مداري تغسلوا به. وكتجيبوا واحد القطنه كديروا فيها ما ورد ودوزوا على الوجه ديالكم، ولا سبراي هكا تاع ما ورد تفوتوا. المهم كترشوا وجهكم بالما ورد. هذه الوصفه الاولى. الوصفه الثانيه للشعر ان شاء الله. غادي نديروا فيها الدغموس، حتى هو غبره مطحون، عندنا معلقه كبيره. وبلا ما نعطي لكم يعني بالمعلقه، ولا على حسب كل واحد والشعر ديالو والكثافه ديال الشعر ديالو. كاين اللي عنده الشعر قوي، كاين اللي عنده. المهم هو على حسب الشعر ديالكم. عندنا معلقه، انا على حسب اللي ندير، انا كندير معلقه كبيره ديال الدغموس غبره، معلقه صغيره ديال زيت الخروع راه كتباع. بغيتو ما تبيعوش، راه كاين دوك العصارات دابا اللي كيعصروا الزيت، كتشريو على العشاب هو كيعصرها لكم، كتكون جديده. حسن ما تشريو دوك القرايل مبلعين. ما انا هذوك ما نستعملهمش، لان يجيو لي بحالهم بحال الزيت ديال الطياب.
المهم معلقه صغيره ديال زيت الخروع، ومعلقه صغيره ديال زيت الزيتون، وصفار ديال البيضه. كنديروا صفار ديال البيضه، وكما قلت لكم نختاروا البيضه كبيره حيت هذا البيض ديال دابا راه غير الصغير. فاش نبغيو نديروا الوصفات الاغلبيه الاكثريه فاش نكونوا غنديروا شي وصفه للشعر كنديروا بيضه كبيره باش يكون داك الصفار كبير ولا البيض ولا المهم. كنديروها 3 ديال المرات في السيمانه ولا 2 مرات على حساب نتوما والوقت اللي عندكم. كنديروها ونخليوها من نص ساعه حتى لساعه، ما فيهاش شي حاجه اللي غادي تضرنا يعني، عادي من نص ساعه حتى لساعه. ونغسلوها عادي بالماء والشامبو اللي كنغسلو به. ما بغيتوش تغسلو بالشامبوان، غسلو بالشامبوان ديال الدراري الصغار. بالاغلبيه اللي عندهم الشعر كيتساقط. ما عندكمش هذا ديال الدراري الصغار، جيبوا السدر، جيبوا السدر مطحون وخلطوه مع الماء طايب، وغديروه بحال الشامبو كيطلق القشره عفوا كيطلق الرغوه وكيحيد القشره من الشعر. غادي تغسلوه وغادي تشوفوا الشعر ديالكم راه من الاستعمال الثالث ديال هذه الوصفه غادي تحسوا بلي الشعر ديالكم ما بقاش يتساقط. يعني الشعر كيوقف على التساقط، كيوقف التساقط ديالو وكيعطي واحد اللمعه. يعني هذا الوصفات راه طبيعيين بلديين، غير استعملوهم. راه الناس بكري بعدا الجده ديالي الله يرحمها كانت تحكي لي، كانت تقول لي حنايا ما كناش نغسلوا الشعر ديالنا بالشامبو، كانوا يغسلوه بداك الدرق، هذاك اللوح ديال الهنديه. هذاك اللوح قالت لي كنا نحيدوا له الشوكه ونحيدوا له هذاك القشر ديالو نقشروه، وكيبقى غير هذاك الجال اللي لداخل. قلت لي هذاك كنا نغسلوا به الشعر ديالنا، وكانوا حتى يصبنوا به، كانوا يصبنوا الملابس ديالهم. يعني ما كانش بكري كاين على التصبين وهذا، كانوا يصبنوا مساكن هكا في العروبيه وكلشي كانوا يصبنوا به، حيتاش كيطلق واحد الرغوه اللي هي كثيفه اكثر من الشامبوان. المهم تغسلوا بهذا بالسيدر ولا بالشامبوان ديال الدراري الصغار. ديروا السيدر في الماء طايب احسن حاجه كي تكملوا الوصفه ديال الشعر. ديروا السيدر. وصلتوا حتى لهنا ديروا واحد لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد. وبسلام عليكم مع وصفه اخرى جديده ان شاء الله يا ربي.